السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مربى التين. بما إن التين الأيام دي طبعا منتشر جدا والسوق مليان منه. صحيح هو يعني سعره غالي شوية، بيتراوح بين 20-25 جنيه، بس هو كتير. فقلنا نعمل معاكم مربى التين. انت طبعا ممكن تزودي الكمية، لو ممكن 2-3 كيلو 4 كيلو زي ما تحبي. طبعا هيوفر معاكي جامد جدا بالنسبة لبطرمان المربى اللي بتجيبيه من بره. هنا انا هعمل بس كيلو تجربة كده قدامكم. معايا كيلو من التين زي ما انتوا شايفين، انا منقية الغامقة السليمة. ولازم على فكرة فعلا كل واحدة تمسكيها تتأكدي انها تمام سليمة وما فيهاش اي حاجة، وتشم ريحتها. اللي تلاقي ريحتها متغيرة شوية كده استبعديها. هنا انا بشيل الجزء اللي تحت اللي هو العين بتاع التين وبقطعه قطع صغيرة. ناس بتحب تحطها سليمة، ناس بتقطعها نصين 4/4. انا بحب اقطعها صغير بالشكل ده عشان تستوي بسرعة، وحتى لما اخد منها بمعلقة او حاجة يعني تبقى قطع صغيرة اخدها بسهولة. واهم حاجة زي ما بقولك تنتقي حبة التين السليمة اللي ريحتها حلوة. هقطع الكمية كلها معاكم بالشكل ده قطع صغيرة. زي ما انتوا شايفين ده كيلو، بسم الله ما شاء الله اتقطع. طبعا الكمية زادت. كيلو التين انا بضيف عليه بالظبط 2 كوباية سكر من المج ده بتاع الشاي. انا بتطلع معايا السكر مظبوط بالملي. عايزه تزودي لان دي مربى، الناس تقولك يعني دي مربى لازم تبقى مسكره قوي، حطي انت 2.5 او 3 كوبايات زي ما تحبي. بس انا 2 على كيلو تين بيطلع السكر بتاعها مظبوط بالملي. هنحط السكر كده فوقيها وهنقلبها هنقلبها بشكل جيد جدا بحيث السكر يعني يدخل جوه كل حبة تين بالشكل ده. ومش هنضيف لها اي حاجة دلوقتي. هنغطيها بكيس من اكياس التلاجة او اي كيس عندك، وهندخلها التلاجة لتاني يوم. انا بفضل انها تبات ليلة كاملة في التلاجة، وهتعرفوا دلوقتي ليه. تاني يوم خرجتها من التلاجة زي ما انتوا شايفين. التين طبعا نزل كل السائل بتاعه، وشايفين السكر اتكرمل معانا وبقى عامل ازاي. انا مش ضايفه لها ولا نقطه ميه، كل ده اللي هو السائل اللي التين نزله، والسكر طبعا داب معايا. انا عايزاها بالشكل ده، مش هنحتاج نزود لها اي حاجه. عشان كده بقول لازم تبات ليله في التلاجة يعني، او حطيها من بالليل للصبح. انا خليتها يوم كامل. بعد كده هنرفعها على النار مع التقليب المستمر. الاول بنحطها على نار عالية لحد ما تبدأ تغلي معايا. نار عالية في الاول. اول ما تبدأ تغلي هنهدي النار، هنخليها نار متوسطة، وهنضيف لها كام حبة القرنفل دول. والقرنفل يا جماعة بيدي طعم حلو قوي لمربى التين بالذات، يعني بيخليها مميزة عن اي طعم مربى تاني، بيديها طعم حلو جدا. عودين القرنفل دول، وبعدين بحط عصرة ليمونة يعني نص ليمونة كده. لو هتزودي الكمية طبعا لكل كيلو بتضاعفي كمية الليمون. هنا بدأت تغلي زي ما قلت لكم. هنستمر في التقليب، مش هنسيبها عشان ما تلزقش. طبعا انا عاملاها في حلة ألمونيوم عادية جدا، فعشان ما تلزقش وعشان كمان السكر ما يكرملش معانا لو سبناه. فاحنا على طول ايدينا فيها كده تقليب مستمر، وكل ما الريم ده يطلع بنشيله.
ده عشان ما يبقاش على وش المربى او يكلح لونها، يعني يخلي لونها مش لون التين الحلو اللي هنشوفه في اخر الفيديو. اي ريم بيطلع على السطح كده بنشيله ونستمر في التقليب. واحنا طبعا هدينا النار جدا لغاية ما تشرب كل السوائل بتاعتها ونطلع قطعة تين نلاقيها خلاص دايبة معانا، ونستمر في التقليب بالشكل ده اهو. دي مرحلة تانية بدأ بعد فترة، هي خدت معايا على النار تقريبا 35-40 دقيقة. وشايفين ما شاء الله مش لازقة في الحلة ولا حاجة خالص، ده عشان احنا على طول ايدينا فيها بنقلبها باستمرار. بالظبط انا عايزاها بالقوام ده، مش عايزاه يبقى فيها مية كتير، تبقى سميكة كده او تقيلة. خلاص كده هي خلصت معانا. هنطفي عليها النار ونسيبها تهدى شوية، ونشوف هنحطها في بطرمانات او علب، اي حاجة موجودة عندك. كده غرفناها علبة كبيرة وشوية في طبق، وهوريكم طبعا القوام بتاعها ما شاء الله حلو جدا وتقيل والله، يعني بجد انضف واطعم من بتاعه بره بكتير. اقل حاجه يعني احنا بصوا بننتقي ونختار وننقي حبه التين اللي بنعملها انها تكون سليمه طبعا، مش بايظه ولا اي حاجه. احنا منقينا حبايه حبايه، حاجه نظيفه انت عاملاها لاولادك طبعا، غير ما تشتريها من بره انت ما تعرفيش التين عاملينه ازاي بالشكل ده. وما شاء الله الكيلو يعني يعمل معاكي حوالي 3 برطمانات من البرطمانات الصغيرة بتاعة المربى اللي بنجيبها جاهزة. يعني شوفي توفير ونظافة وحاجة مضمونة انت عاملاها لبيتك. هنا انا حبيت اوريكم قوام المربى، بسم الله ما شاء الله قوام حلو جدا للساندوتشات. وعلى فكرة لو تحبي، في ناس بتعملها بالهاند بلندر بتخليها سبريت خالص كده، وفي ناس بتحبها قطع، انا بحبها قطع. خلصت وصفتنا. ولو وصلتي معايا للجزء ده من الفيديو انا بشكركم جدا، واتمنى ما تنسونيش في اللايك والشير للقناة.